القيادة الرشيدة دائما ما تتابع شؤون المواطنين وكذلك شؤون الحجاج، إذ اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اطمأن على أوضاع حجاج الدولة قبل قليل. جاء ذلك في اتصال هاتفي لسموه مع رئيس مكتب شؤون الحجاج في المشاعر المقدسة، وأبلغ سموه تحياته لجميع حجاج الدولة متمنيا لهم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وينضم إلينا مباشرة من عرفة رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون الحجاج السيد محمد مطر سالم الكعبي، حياك الله معنا. يا مرحبا، يا اهلا وسهلا. مرحبا الساعة. إذا تلقيتم اتصال قبل قليل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بداية نتحدث عن هذا الاتصال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اتصال هاتفي من سيدي طريقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اطمأن فيه على وضع الحجاج وعلى سلامتهم، وتم طمأنة سموه بأن جميع الحجاج الحمد لله بخير وصحة وسلامة، وهم الآن الحجاج في أرض عرفات صلوا صلاة الظهر والعصر جمع تقديم قصرا. في هذا الاتصال حقيقة استشعرنا كما نستشعر وعودنا صاحب السمو الشيخ محمد زايد حفظه الله على الرعاية الأبوية من سموه، وعلى حرص سموه على أن يكون وضع الحجاج وضع مطمئن وهم في أحسن حال. وتم نقل سلام سموه إلى الحجاج، ونسأل سبحانه وتعالى له وندعو له بطول العمر ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بالخير والتوفيق. ودائما أكف الحجاج هنا لا تنسى دائما سمو الشيخ الله يحفظ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فالدعاء للقيادة. نعم. الحمد لله من الحجاج أينما التفتنا أو سرنا زمانا أو مكانا نجدهم يدعون بالقيادة ويترحمون على الشيخ زايد طيب الله ثراه. رحمة الله عليه رحمة واسعة، ولا شك أن هذا الحرص ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة. شكرا. قبل أن نختم معك إذا نتحدث أيضا عن أحوال حجاج دولة الإمارات سيد محمد. الحمد لله أوضاعهم الحمد لله طيبة في عرفات، وإن كان درجة الحرارة 45. نعم. درجة الحرارة عالية في المخيم، لكن الحمد لله هم الآن قضوا صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وإن شاء الله في الساعات المتبقية ننتظر غروب الشمس هذا اليوم يوم عرفة للنفرة إلى مزدلفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع ويردهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. إذن شكرا لك سيد محمد الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أيضا رئيس مكتب شؤون الحجاج. إذن